مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده على قناه اللقمه الطيبه. وصفتنا اليوم صبايا حتكون عجينه البرك للقلي. هاي العجينه خصوصي وقت بدنا نعمل برك للقلي، يعني وقت بدكم تعملوا برك للشوي بدها تكون عجينه تانية. فعجينه البرك للقلي هي لها مقادير خاصه بتختلف عن عجينه البرك اللي بدنا نشويها بالفرن. طيبه وهشه وخفيفه وبتنفش بالقلي، وفيكي تحشيها الشيء اللي بتحبيه سواء جبنه او لحمه او دجاج. بس خلينا نتعرف بالبدايه على مقادير العجينه. هلا هون بالبدايه انا حيكون عندي كوب ونص طحين زيرو، حيكون عندي نص معلقه صغيره سمنه، وحيكون عندي نص فنجان زيت، نص فنجان لبن، معلقه ونص كورن فلاور نشا، ومعلقتين صغار بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره خل، معلقه صغيره سكر، ورشه ملح. وحيكون عندنا للعجن تقريبا كوب ماء ساخن مو دافئ، انتبهي بده يكون ساخن. بجوز ما نحتاجه كله، حسب نحن وعم نعجن نشوف كيف تماسك العجينه. هي بالنسبه لمقادير العجينه. خلينا ننتقل سوا لنشوف كيف طريقه تحضير عجينه البرك للقلي. هلأ بالنسبة لطريقة التحضير صبايا كتير سهلة، هي عبارة عن تطبيق كل شي مواد معنا مع بعضها. وبصراحة هي العجينة كمان من ميزاتها انه ما بتحتاجي تضيفي لها اي شي بعدين، يعني ما بتحتاجي تشتغلي بالطحين انت وعم تمديها، ما بتحتاجي انها تفتفت معك او تلزق. كتير المقادير مزبوطة مع بعضها ومتماسكة. هلأ اول شي بالنسبة لطريقة التحضير رح نضيف كمية الطحين اللي معنا، وبعدين رح نحط فوقهم نص فنجان الزيت النباتي، نص فنجان اللبن، رح نحط نص معلقة سمنة، البيكنج باودر، الكورن فلاور، معلقة السكر، ورشة الملح، وربع معلقة صغيرة خل. هي بالنسبة لكل المواد الجافة والدهنية. هلأ بدنا نضيف الماء الساخن، بس أول شي بنخلطهم مع بعض شوي، خلطة خفيفة. ونحن وعم نخلط صبايا بنبلش ننزل الماء الساخن لحتى نشوف العجينة بلشت تتماسك. بنوقف إضافة الماء. وهلا صبايا بعد ما انعكت عنا العجينه مزبوط مثل ما لكم شايفين، هيك بده يكون ما عم تلزق ومتماسكه تقريبا. اذا حسيتيها شوي لينه فيك تضيفي طحين، ما بيأثر ابدا. ممكن تكوني ضايفه مي زياده، ما بيأثر هالشي. رح تحسيها شوي سخنه، هذا شيء طبيعي لانه ضايفين لها مي سخنه. بس هاد قوام العجينه اللي رح يكون عنا، تنفش وحتى طعمتها طيبة وما بتعذب أبدا بالشغل. نتركها ترتاح ربع ساعة بمكان دافي، وبعدين ننتقل لطريقة التشكيل. وفيكم تحشوها أنواع الحشوة يلي بدكم إياها. وهلأ بلشنا بتحضير البرك بهذا الشكل. بدي مدها بعد ما ارتاحت عندي العجينة. أنا جهزت هون الحشوة، عندي لحمة وبصلة مقلايين وشوية سمنة على النار، وهون حطيت جبنة عكاوي مع شوية جبنة موزاريلا مع بقدونس ومعلقة سمنة، خلطتهم مع بعضهم. كانت العجينة ارتاحت عندي شوي، ببلش بتشكيل العجينة. ممكن تشكليها بالشكل يلي بدك اياه. أنا هون عندي هذا القالب، بحطها بهي الطريقة. القالب بحاول إنه تغطي القالب كله. بحط من الحشوة يلي أنا حابة أحطها بقلب البرك، سواء جبنة أو لحمة أو دجاج. ممكن تحطوا حشوة دجاج. هو عبارة عن بصلة بتقلوها بشوية زيت، بتكونوا مقطعين الدجاج ناعم كتير. بعد ما بتقطعوه بتقلوه بشوية زيت مع البصلة، وبعدين بتحطوا معلقتين دبس رمان ومعلقة صغيرة سماق، وبتحشوهم بقلب البرك. كمان كتير طيبة العجينة القلي.
هيك انا بيطلع عندي. فيكم طبعا تقلوا الكميه اللي انتم حابينها، وفيكم تفرزوا الباقي بتحطوهم بالفريزر وبس بهذا الشكل بالصينيه، وبس تحسوها انه جمدت شوي فيكم تعبوها باكياس لو فوق بعضها، ما بيصير لها اي شيء، وبس تخلص مثل ما قلتوا. مثل ما قلت لكم، حبيتوا تقلوها حبيتوا تفرزوها انتم حرين. هي طريقتنا. بشوفكم بعد شوي بعد ما نقلي الكميه لتشوفوا الشكل النهائي لعجينه البرك معنا اليوم. هلا صبايا صارت جاهزة معنا العجينة بعد ما قليناها، صارت بهالشكل. شايفين شلون؟ طبعا بتنتفخ شوي نحن وعم نقليها، وبتعطي قرشة كتير طيبة.